السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء وأولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. زيكم عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده زي ما واضح من العنوان هنشرح الدرس الثاني بسرعة كده، اللي هو درس مهم جدا ودرس مليان، درس مظاهر سطح قارة أفريقيا. نزلنا على القناة ليكم حل أسئلة الدرس الأول، تمام؟ موجود شرح الدرس الأول على القناة، اللي هو درس ايه؟ قارة افريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. يلا حبايبي ادي العنوان. الدرس الثاني مظاهر سطح قارة ايه؟ افريقيا. مظاهر السطح هنا هنتكلم على اشكال السطح اللي هي اسمها التضاريس، وهنتكلم عن 3 حاجات، او هما 3 حاجات حافظينهم يا مستر: الجبال والهضاب والسهول. صفحة كام؟ تمام. كتاب الامتحان 2027 بنشرح منه. هي المفروض الصفحة دي صفحة 40، لأن دي 41 ودي صفحة 42 اهيت، اللي هي أول حاجة نتكلم عنها الإضاءة. يبقى قلنا مظاهر السطح هنتكلم على 3 حاجات، أو هما ال3 حاجات: جبال وهضاب وسهول. الجبال دي اللي هي الأرض المرتفعة اللي ليها قمة وارتفاعها بيزيد عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، دي بنسميها جبال. تمام. الهضاب بقى ارض مرتفعه سطحها بيكون مستوي او شبه مستوي، ارتفاعها بيزيد عن 500 متر. والسهول ارض مستويه او شبه مستويه وارتفاعها ما بيزيدش عن 500 متر وبتنقسم لانواع. يبقى هو ده، هي ديت اشكال السطح اللي هنتكلم عنها في افريقيا. ولكن افريقيا هنا بقى شاذه شويه ومختلفه شويه. مختلفه ازاي؟ ان احنا هنا هنبدا بالهضاب. ليه يا مستر؟ لان افريقيا فيها هضاب كتير خالص، وبيغلب على سطح قاره افريقيا المظهر الهضبي. وعموما طبعا مظاهر السطح دي بتكون مهمه، لا مهمه لانها بتكون غنيه بموارد وثروات طبيعيه مهمه، زي المعادن وزي مصادر الطاقه، وكمان السهول بتستغل في الزراعه. يلا نبدا بالهضاب. يبقى احنا قلنا نتكلم عن الهضاب، وبعد كده هناخد ايه؟ الجبال، وبعد كده هنتكلم عن ايه؟ السهول. الهضاب في افريقيا 4 هضاب. كم هضبه يا مستر؟ 4 هضاب. اول هضبه اللي هي معانا فوق في الشمال على الخريطه، اللي هي اسمها هضبه شمال افريقيا. وعند هضبه تحت خالص اسمها الهضبه الجنوبيه. يبقى انا عندي هضبه فوق وهضبه ايه؟ تحت. هضبه في الشمال وهضبه فين؟ في الجنوب. عندي كمان هضبه في الشرق، وهضبه مشهوره جدا ومهمه جدا، اللي هي هضبه الحبشه. هضبه مين؟ الحبشه، اللي لها اسم تاني الهضبة الإثيوبية. عارفينها يا مستر، اللي بيجي منها مية النيل لمصر في فصل الصيف. تمام. والمصريين والآسيويين ما بينهم علاقات، وأثيوبيا مهمة لمصر. عندنا هضبة تاني موجودة في وسط القارة اسمها أو مسمينها نسبة للبحيرات الكتيرة اللي فيها، اللي هي هضبة البحيرات الاستوائية، لأن بيمر بقى دايرة الاستواء. يلا نبص على الكلام ده. هو تعالى الخريطة، مهم جدا نشوف على الخريطة. يبقى أنا عندي هضبة شمال أفريقيا اللي هي أكبر هضبة في القارة. عندي هضبة في الجنوب تحت خالص اسمها الهضبة الجنوبية. يبقى أنا عندي هضبة فوق وهضبة إيه؟ تحت. عندي هضبة على اليد اليمين، تمام، ناحية كده البحر الأحمر أو ناحية خليج عدن أو ناحية المحيط الهندي، بس هي مش واصلة له، اسمها هضبة الحبش في الشرق، أو لها اسم تاني الهضبة الأثيوبية، اللي هي ناحيتها الناحية دي قامت حضارة اسمها حضارة مين؟ أكسوم. برافو عليكم. عندي هضبة في الوسط عند دايرة الاستواء، تمام، اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، وفيها بحيرة شهيرة جدا اللي هي ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم، اسمها بحيرة فيكتوريا. بحيرة إيه؟ فيكتوريا. تمام. يبقى دي الهضاب ال4 اللي هنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. عندنا بعد كده جبال نتكلم عنها بعد كده فيما بعد، عشان خاطر ما نتشغلش. هنروح للهضاب وهنبدأ بأول معلومة اتكلمنا عنها، إن أغلب سطح قارة أفريقيا يتكون من هضاب. يبقى أفريقيا يغلب على سطحها المظهر إيه؟ يقول لي السهلي ولا الجبلي ولا الهضبي؟ أقول له الهضبي، لأن أغلب سطح أفريقيا يتكون من هضاب. كم هضبة هم؟ 4 هضاب. واحدة فوق خالص اسمها هضبة شمال أفريقيا، واحدة في الشمال يعني اسمها هضبة شمال أفريقيا. والهضبة دي تمام بتعد مصر جزء منها. يبقى يجيلي سؤال: تعد مصر جزء من هضبة نقط؟ أقول له من هضبة شمال أفريقيا، لأن مصر بتقع في شمال شرق إيه؟ أفريقيا. برافو عليكم. طيب الهضبة ديت هضبة عظيمة الاتساع، اتساعها كبير خالص، قليلة الارتفاع.
ارتفاعها مش عالي خالص. تمام. يبقى عظيمة الاتساع، اتساعها كبير، قليلة الارتفاع. انحدار سطحها، يعني انحدار يعني سطح بيكون عالي وبعد كده يبدأ ينخفض وهكذا. انحدار السطح فيها بيكون تدريجي ناحية الجنوب، ناحية الشمال عفوا. يبقى من الجنوب للشمال. يبقى الانحدار فيها في الهضبة، نتكلم عن الانحدار، بيكون تدريجي نحو الشمال، يعني من الجنوب للشمال بتنحدر الهضبة لحد بتلتقي بسواحل البحر المتوسط. يبقى تنحدر هضبة شمال أفريقيا من الجنوب إلى الشمال، أو بتنحدر تدريجيا نحو الشمال لحد ما تلتقي بسواحل البحر المتوسط. يبقى هذه خصائصها. تمام. نعيدها تاني. هضبة عظيمة الاتساع، اتساع الكبير، قليلة الارتفاع، انحدارها تدريجيا ناحية أو نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. طب الهضبة ديت بيقول لك هنا فيها شوية مظاهر سطح فوق الهضبة. طب زيها مظاهر السطح، أول حاجة الهضبة دي فيها أكبر صحاري العالم اللي هي الصحراء الكبرى. فاكرينها يا مستر اللي اخترقها ابن بطوطة الرحالة لحد ما وصل مالي. يبقى أول حاجة فيها الصحراء الكبرى، أكبر صحاري الحارة في العالم. خلي بالكوا الحارة مش الباردة. يبقى الصحراء الكبرى تجيلك على الخريطة، احفظ، مهم جدا. يقول لي الصحراء أقول له الكبرى، قال لي هضبة أقول له شمال إفريقيا. بعد كده الهضبة دي فيها أو فوق سطحها جبال، وعندنا جبال مهمة جدا موجودة على الحدود ما بين 3 دول بنسميها كده المثلث اللي هو الحدودي ما بين مصر والسودان وليبيا، اللي هي جبل اسمه جبل العوينات. يبقى فيها جبال مثل جبل العوينات، مهم جدا جبل العوينات ده اهو، على الحدود بين 3 دول، مصر وليبيا، تمام، والسودان. مصر وليبيا والسودان. والثلاث دول عربية، دول تتحدث اللغة العربية. فيها كمان منخفضات، يعني أراضي منخفضة عن مستوى سطح البحر وعن الأراضي المجاورة، مثل منخفض القطارة. أكبر المنخفضات اللي موجود في مصر منخفض القطارة دهوت، اللي كانوا عايزين يستغلوه في توليد الكهرباء ويعملوه بحيرة، لكن لغموا المشروع. يبقى عندنا منخفض القطارة في مصر. يبقى يقع منخفض القطارة فين؟ في مصر. طيب عندنا كمان واحات، يعني أرض كده موجودة في الصحراء وفيها زرع وفيها نبات وفيها كائنات حية وفيها إنسان، هي دي اسمها الواحات. أراضي منخفضة، تمام، وبيكون فيها زراعة اعتمادا على المياه الجوفية اللي هي الآبار والعيون. طب الواحات دي من ضمنها واحة في مصر اسمها واحة سيوة. بيجي لي على الخريطة في مصر يقول لي واحة إيه؟ أقول له واحة سيوة ناحية مصر. لو جه عند ليبيا يقول لي واحة ايه؟ اقول له واحة الجوف بليبيا. يبقى فيها واحات مثل واحة سيوة في مصر، واحة الجوف في ليبيا. يبقى احنا كده اتعرفنا على اهم مظاهر السطح فوق هضبة شمال افريقيا. نعيدهم تاني بسرعة. الصحراء الكبرى اكبر صحاري الحارة في العالم. جبال مثل جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان على الحدود، تمام. يعتبر جنوب غرب مصر بالنسبة للموقع وبالنسبة لمصر، جنوب غرب مصر. جنوب يعني تحت وغرب يعني عليه دي الشمال. بعد كده منخفضات مثل منخفض القطارة في مصر، واحات مثل واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. خلصنا الهضبة الأولى اللي هي هضبة شمال أفريقيا. نروح للهضبة الثانية، هنمشي بالتدريج كده لتحت. هضبة الحبشة اللي اسمها هضبة أثيوبيا. الهضبة دي موقعها على اليد اليمين، يعني في الجزء الشرقي من القارة. يبقى الهضبة اللي بتقع في الجزء الشرقي من القارة، يقول لك سؤال أقول له الحبشة اللي هي قامت فيها حضارة أكسو. الحبشة أو في أثيوبيا وإريتريا. طيب الهضبة دي تتميز بشدة ارتفاعها، على عكس هضبة مين؟ شمال أفريقيا اللي هي قلة الارتفاع. يبقى شدة ارتفاعها فهي أعلى هضاب القارة. يبقى يجي لك سؤال أعلى هضاب القارة، أعلى هضاب أفريقيا، أقول له مين؟ الحبشة أو إثيوبيا. برافو عليك. كمان الهضبة دي تتميز بخصوبة التربة. طب هي لا يا مستر تربة هضبة أثيوبيا دي خصبة؟ يقول لك بسبب الطفوح البركانية.
البراكين هناك بتطلع مادة كده اسمها اللافا، والمادة دي غنية بالمعادن بتغذي النباتات، عشان كده تربطها خصب. يبقى لا تربطها خصبة الهضبة ديت أقول له بسبب الطفوح البركانية. طب اللي ترتب على خصوبة التربة يبقى أكيد قيام حرفة الزراعة، وطالما زراعة يعني استقرار يعني حضارات، يبقى نشأت الحضارات القديمة بها، مثل حضارة مين؟ أكسوم. مثل حضارة مين؟ أكسوم اللي اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها تاني إن شاء الله. يبقى هنا يجي لي سؤال: ما النتائج خصوبة تربة هضبة الحبشة؟ أقول له أدى ذلك إلى قيام حرفة الزراعة. طالما زراعة يبقى استقرار ونشأت الحضارات القديمة بها. ونشأت الحضارات القديمة إيه؟ بها. خلوا بالكوا بقى الهضبة ديت بيسقط عليها أمطار غزيرة في فصل الصيف، في موسم الصيف. تمام. والأمطار ديت بتتجمع في روافد أو أنهار، والأنهار دي بتبدأ تلتقي بنهر النيل وبتغذي نهر النيل في فصل الصيف. عشان كده تعد هذه الهضبة اللي هي هضبة الحبشة المنبع الموسمي، يعني في موسم الصيف لنهر النيل. وده يجيلي بما تفسر. تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل، أقول له لأن الأمطار بتسقط عليها في فصل الصيف. في مطر غزير بيسقط في الصيف، والسنة دي يقال إن في المطر اللي نزل عليها وينزل عليها قليل. توقعات يعني توقعات الأمطار اللي هتسقط عليها قليلة، ده بيأثر على حصة مصر من مياه النيل، وده حاجة مهمة بالنسبة لمصر نهر النيل، لأن مصر لا تمتلك سوى النيل بالنسبة للموارد المياه العذبة. بعد كده عندنا مياه جوفية قليلة، وعندنا أمطار، والأمطار في مصر يعتبر نادرة عشان مصر معظمها صحراء. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الهضبة ديت هضبة الحبشة ديت المنبع، تعد المنبع ايه؟ الموسمي، لأن الأمطار بتسقط عليها في موسم ايه؟ الصيف. يبقى تسقط عليها الأمطار صيفا، لذا تعد المنبع ايه؟ الموسمي. تمام. وده إن شاء الله نتعرف عليه بعد كده في الدرس القادم. الدرس القادم اللي هو نهر النيل والحضارات اللي قامت ومرتبطة بنهر النيل واللي قامت في أفريقيا. يبقى احنا كده عرفنا الهضبة رقم 2 اللي هي في الشرق، هضبة أثيوبيا. نروح بقى للهضبة اللي في الوسط في نص أفريقيا، هي عند الاستواء، سموها هضبة البحيرات الاستوائية عشان فيها بحيرات كتيرة وبيعدي فيها دايرة أو بيمر بها دايرة ايه؟ الاستواء. يبقى الهضبة رقم 2 هضبة البحيرات الاستوائية. الهضبة دي موقعها وسط القارة، تمر بها دائرة الاستواء. طبعا مميزاتها أول حاجة الانحدار بتاعها من الجنوب للشمال، يعني زي هضبة مين؟ زي هضبة شمال أفريقيا اللي هي تنحدر جهة الشمال. يبقى انحدارها من الجنوب للشمال، وده فاد نهر النيل من الأمطار اللي بتسقط عليها في طول العام بتتجه لنهر النيل. يبقى ده كان ليه أثر إيجابي بالنسبة لنهر النيل، إن الهضبة دي بتنحدر سطحها، بينحدر يعني بيرتفع ويبدأ ينخفض تمام جهة الشمال، ولذلك الأمطار اللي بتسقط عليها بتتجمع في أنهار قصيرة وبعد كده تلتقي بنهر النيل عشان تكمل رحلتها لحد ما توصل للبحر المتوسط. يبقى هضبة البحيرات الاستوائية موقعها وسط القارة. طيب مميزاتها تمام، تتميز هذه الهضبة بالانحدار من الجنوب للشمال. تاني حاجة وجود القمم الجبلية البركانية به، يبقى فيها قمم جبلية بركانية، يعني كده فيها شبه مع هضبة اثيوبيا في حتة البراكين. تاني حاجة كثرة البحيرات العذبة بها، فيها بحيرات عذبة، وأشهر هذه البحيرات البحيرة اللي باينة قدامنا ديت اسمها بحيرة فيكتوريا، أنا ذكرتها. بحيرة مين؟ فيكتوريا، برافو عليكم. طيب يبقى تتميز برقم 3 بكثرة البحيرات مثل بحيرة فيكتوريا. طب الهضبة دي بيسقط عليها أمطار طوال العام عند الاستواء والإقليم الاستوائي، وعشان كده تعد طول السنة يبقى المنبع الدائم على طول مية بتاعتها بتغذي نهر النيل. لكن في طبعا عقبات أدت إلى إن هي بتسهم بكمية قليلة من مياه النيل. ليه؟ عشان فيها حرارة عالية هناك، وفيها مستنقعات، وفيها تبخر شديد للمياه. عشان كده المية اللي طالعة منها ورايحة نهر النيل
تمام، وبتصل لحد مصر بتكون كمية قليلة. معظم المياه اللي بتيجي مصر بتكون من المنبع الموسمي اللي هي هضبة مين؟ الحبشة. تمام. يبقى الهضبة ديت اللي هي هضبة البحيرات تسقط عليها أمطار طوال العام، ولذا تعد المنبع الدام لنهر النيل. يبقى نهر النيل ليه منبعين يا مصر، منبع موسمي اللي هي هضبة الحبشة اللي في الشرق، ومنبع دام اللي هي هضبة البحيرات اللي في وسط القارة. تعرفنا على هضبة البحيرات، مش هنطول عليكم، عارفكم بتزهقوا من المذاكرة وان انتوا تمسكوا الموبايل تذاكروا. الناس اللي ذاكرت وصلت لحد كده انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني مش هقول نادرا بس قليلا لو لقينا يعني طلبة او حاليا بيمسكوا الموبايلات او اجهزة التابلت او اللابتوب وبيذاكروا. يعني معظمنا حاليا مشغول باللعب والاجازة، لسه في الاجازة يا مستر. طيب نكمل. طيب نروح للهضبة اللي هي رقم 4 اللي قلنا في الجنوب تحت خالص، اللي هي الهضبة الجنوبية. الهضبة الجنوبية موقعها من الاسم بتاعها جنوب القارة. طيب مميزاتها بقى الانحدار بشدة نحو السواحل الشرقية. يبقى الهضبة الجنوبية بتنحدر نحو الشمال زي الهضبة بتاع الشمال وهضبة البحيرات؟ لا يا مستر، انحدارها بشدة. ادي معنى كلمة بشدة، يعني كده. تمام، واقفة كده، او انحدار يعني ايه كده اهو، مش تدريجي كده. يبقى انحدار بشدة نحو السواحل الشرقية، يعني ناحية المحيط ناحية المحيط اللي في الشرق. برافو، سامحكم يا ممتازين، المحيط الهندي. طب الهضبة دي في الجزء الشرقي منها هنلاقي انكسارات طولية، مجموعة انكسارات طولية. الانكسارات دي بيسموها الأخدود الإفريقي العظيم. يبقى ما المقصود يا مستر؟ يعني ايه هو الأخدود؟ الأخدود الإفريقي العظيم عبارة عن مجموعة انكسارات طولية، انكسارات بالطول كده، موجودة في شرق أفريقيا، وبتتجه بشكل عام من الجنوب للشمال، ماشية كده. وادي الصورة هي بتاعتها على الخريطة اللي هي بالأحمر دي. يبقى تجيلي سؤال: مجموعة انكسارات طولية في شرق قارة أفريقيا تتجه بشكل عام من الجنوب للشمال، أقول له اللي هي الأخدود الإفريقي العظيم. طيب الأخدود الإفريقي العظيم بيقع في الجزء الشرقي من هضبة مين؟ هضبة جنوب أفريقيا اللي هي الهضبة الجنوبية. تمام. طيب وخلي بالكم ملحوظة مهمة جدا، الأخدود الأفريقي العظيم ده بيعد خليجة على عدن والعقبة أجزاء منه. يبقى أنا عندي خليج عدن وخليج العقبة أجزاء من الأخدود الإفريقي، وكمان البحر الأحمر تكون أيضا نتيجة الانكسارات الطولية. ومن المتوقع أن الجزء دوت من المتوقع يعني أنه ينفصل عن أفريقيا. لو الانكسار ده يعني زاد فالجزء ده ممكن ينفصل. تمام. يبقى هنا يعد كل مما يأتي أجزاء من الأخدود الإفريقي العظيم. عندي خليج العقبة اللي هو في مصر، تمام، بس مش تحت السيادة المصرية كله، يعني في دول تاني بتطل عليه. وعندي خليج عدن اللي هو عند مضيق باب المندب، وعندي البحر البحر الأحمر وخليج عدن. يبقى خليج العقبة وعدن والبحر الأحمر. وادي الخريطة الصغيرة دي موضحة لي اللي هي المناطق التابعة للأخدود الأفريقي العظيم. تمام. يلا ناخد كده شوية الأسئلة اللي هم على الفقرة. أول سؤال: بما تفسر خصوبة التربة بهضبة الحبشة؟ أقول له بسبب الطفوحة البركانية، براكين هناك بتطفح كتير زي القلم اللي بيطفح منكم كده. طيب ما النتائج المترتبة على خصوبة التربة؟ أدى إلى قيام حرفة الزراعة ونشأة الحضارات. يبقى قيام الزراعة وقيام الحضارات أو نشأة الحضارات. لما أتكلم عن الزراعة أقول له قيام، ولما أتكلم عن الحضارات أقول له نشأة. طب أنا كتبت قيام ينفع بالنسبة للحضارات، لكن الزراعة ما أقولش نشأة الزراعة. طيب السؤال اللي بعده أما يقول لي هنا تكون البحر الأحمر وخليج العقبة وعدن السبب، بسبب الأخدود الإفريقي العظيم، حدوث الأخدود الإفريقي العظيم. السؤال الأخير: ما النتائج امتداد الأخدود الأفريقي العظيم؟ أقول له تكون البحر الأحمر وخليج العقبة وعدن في شرق أفريقيا. تمام. يبقى دي هنا الأسئلة المهمة.
في هنا فكر. هل توجد علاقة بين الطفوح البركانية في هضبة الحبشة وخصوبة التربة في وادي النيل؟ طبعا في علاقة، لأن الأمطار اللي بتسقط على هضبة الحبشة في الصيف بتاخد أجزاء من الطفوح ديت ومن التربة ديت بتنقلها لمصر، وكونت التربة في الدلتا وفي الوادي أو في الوادي والدلتا. عشان كده تربة مصر تربة خصبة مكونة نتيجة الطمي اللي نقلوا نهر النيل من هضبة الحبشة. تمام. أو رحنا كده نلاقي تدريب إن شاء الله، هنحل معاكم التدريب بسرعة عشان نراجع. ماشي يا مستر، يلا نشوف. أمامك خريطة صماء لقارة أفريقيا، وقع على الخريطة أرقام الهضاب التالية. أول حاجة هضبة شمال أفريقيا هنا 1، هضبة الحبشة هنا 2، هضبة البحيرات 3 عند الاستواء. طيب الهضبة الجنوبية 4. طب ما الهضبة التي تعد مصر جزء منها اللي هي هضبة شمال أفريقيا، وأين تقع؟ في شمال القارة. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة. أي من الظواهر التضاريسية التالية تعد نقطة التقاء لحدود 3 دول بأفريقيا؟ نقطة التقاء اللي هو جبل العوينات. تمام. طيب توجد واحة سيوة في دولة مين؟ مصر. طب تعد واحة الجوف أحد المظاهر التضاريسية اللي موجودة فين؟ واحة الجوف في دولة ليبيا، ودي خدناها تبع هضبة شمال أفريقيا. طب تنحدر الهضبة الجنوبية بشدة اتجاه الشرق. برافو، خدنا انحدار 3 هضاب في الشرق. طب هضبة البحيرات يا مصر، هضبة البحيرات هضبة الحبش عفوا تنحدر ناحية الغرب، عشان كده الأنهار بتاعتها بتتجه ناحية أو الروافد بتاعتها بتتجه ناحية نهر النيل. اكتب اسم الهضبة. تنحدر تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط، هضبة شمال أفريقيا. طيب تعد أعلى هضاب أفريقيا الحبشة. طب الهضبة التي تعد بحيرة فيكتوريا من أشهر هضبة البحيرات. ما النتائج؟ شرحناه. خصوبة التربة سهل، قيام الزراعة ونشأة الحضارات. وضح المقصود بالأخدود، مجموعة انكسارات طولية تمتد في شرق أفريقيا. سهل. طب قارن بين هضبة الحبشة والبحيرات من حيث الموقع، دي في الشرق ودي في الوسط. شرق وسط. برهن على تنوع مظاهر السطح، هنقول حيث ضم هضاب وجبال وسهول، مش لازم نذكر. ما العلاقة بين الهضبة الجنوبية والأخدود؟ أقول له الهضبة الجنوبية والأخدود الأفريقي العظيم. العلاقة إن الأخدود الأفريقي العظيم يمتد إلى الشرق من الهضبة الجنوبية، يمتد إلى الشرق من الهضبة الجنوبية. خلصنا كده حبايبي الجزء الأول. إن شاء الله هنروح الفيديو القادم هنحل أسئلة على الجزء ده في صفحة 52، وبإذن الله بعد كده هنكمل لكم الشرح. لو عجبكم الشرح إن شاء الله نكمل سلسلة الشرح كاملة على القناة. تمام. مهم جدا ان انتوا يعني تدعمونا بالكلام الجميل وتدعموا الفيديو بلايك عشان خاطر الفيديو ينتشر وزمايلكم يستفيدوا. هنحاول نجتهد على قد ما نقدر معاكم. اول ما ينزل كتاب التقييمات على القناة هنحله، وان شاء الله معاكم في حل كتاب الامتحان، وكمان لو معانا نسخة الاضواء هنحل الاضواء، وكمان سلاح التلميذ. يعني مش هنسيب اي كتاب خارجي غير لما نحله لحد ما تحفظوا مادة الدراسات وتقفلوا ان شاء الله وتجيبوا الدرجات النهائية. حبايبي اي حاجة مفيدة ان شاء الله هتلاقوها على القناة، والقناة دي معروفة ان هي مخصصة ليكم ولفايدتكم. نترككم على خير. كان معاكم مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.